السلام عليكم، اهلا بكم احبابي. عاملين ايه؟ اخباركم؟ الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن مشتريات المدرسه. زي ما انتم شايفين، كل سنه وانتم طيبين. مشتريات المدرسه ل 2025 باك تو سكول. خلاص، يعني باجي حاجه بسيطه خالص على المدرسه. فطبعا نزلنا اشترينا مشتريات المدرسه بتاعتنا. النهارده في الفيديو هقول لك على الانواع الكويسه واسعارها، بحيث انت لما تنزلي تبقى عارفة ايه انواع الكراسات الكويسة. وبالنسبة للأقلام وكل حاجة، وهقول لكم على الأسعار. أول حاجة نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا. وما تنسونيش أحبابي من الاشتراك في القناة ولايكاتكم كده الكتير وتعليق يشجعني ويحفزني. زي ما انتم شايفين، اشتريت مشتريات المدرسة للأولاد. طبعا انا معايا 4 اولاد، يعني اولاد اللي هم بنات يعني، واولاد معايا كلهم في مراحل دراسية. تالتة اعدادي، اولى اعدادي، رابعة ابتدائي، اولى ابتدائي. فطبعا نزلت اشتريت لهم الطلبات بتاعة المدرسة. كان متبجي معايا من السنة اللي عدت كراسات اللي هي الخطوط الواسعة، وكراسات اللي هي المربعات اللي بتستخدم في الحضانة والصفوف الأولى من الابتدائي، اللي هو مثلا أولى وتانية ابتدائي أو أولى ابتدائي بس. وكان بعض الأقلام الرصاص وكده هنشوف. ظبطت، يعني ظبطت قبل منزل، او ان انا عرفت ايه اللي موجود عندي، بحيث ان انا ما كرروش. يعني احنا خلاص مرحلة الخطوط الواسعة والمربعات يعني كتيرنا السنة دي. فانا شفت ايه اللي عندي عشان ما اشتريش ويقعد عندي طبعا وما يكونش ليه ايه لازمة. اشتريت كتير، او اللي هيكفيني من اللي هو هيتناسب مع الكل. هنا بقول لكم كان عندي من السنة اللي فاتت اللي هي الكراسات علاء الدين. خامتها حلوة خالص، الورقة من جوه بيضة وحلوة، ومن بره حلو. دي بص، دي الكراسات اللي هي في المتوسط، مش اللوكس العالي خالص ولا هو الشعبي، ده المتوسط. الماركات اللي موجودة في المتوسط بالترتيب: أولاد غريب، علاء الدين، إنتاج حسام. دول هم اللي موجودين في المتوسط، وأسعارهم بتكون كويسة وبتديني خامة كويسة. خامة اللي هي الجلدة بره أو الغلاف بتاع الكراسة بيكون كويس. ومن جوه برضو درجة النقاء بتاعة الورق بتكون بيضة وحلوة وكده يعني. أنا ما بحبش الكراسة اللي هي بتكون درجة جوه الورق بتكون غامقة أو كده. بتحسي ان الكراسة على طول متسخة، حتى هي مش متسخة بس بتكون متسخة. فافضل ماركات في المتوسط علشان لما تنزلي تشتري: اولاد غريب، علاء الدين، انتاج حسام. لقيت اولاد غريب وفي يعني هي بتغلى شوية عن علاء الدين. علاء الدين وحسام يعتبر السعر واحد. يعني في ناس مخليه السعر واحد، وفي ناس مخليه الفارق 2 جنيه في النوع يعني ما بين ده وده. بس يعني علاء الدين كويسة بسم الله ما شاء الله، حسام كويسة. ولاد غريب يعني هي انا قلتها لكم بالترتيب: اولاد غريب، علاء الدين، انتاج حسين. انا كان عندي من السنة اللي فاتت كراسات، قلت لكم خطوط واسعة اللي بنستخدمها في الحضانة او اولى ابتدائي، ومربعات، وكشكولين انجليزي وكراسة انجليزي. فرستهم دول كانوا كلهم علاء الدين. طبعا انا نزلت اشوف الاسعار وكده، لقيت الاسعار متفاوتة ومتفرقة. انا جبت حسام، انتاج حسام برضو. يعني هو تحسي ان الفرق ما بين حسام وعلاء الدين في اللي هي الغلاف بتاع الكراسة، يعني الورقة من جوه متقاربة. فجبت يعني دلوقتي هوريهم لكم. انا جبت مع اللي هي دستة خطوط مسطر كراسة 24 ورقة ب70 جنيه. اشتريت كشكول 60 مسطر عامل 65 جنيه. برضو اشتريت انجليزي برضو كان كشكول 60 ورقة عامل 65.
يبقى الكشكول 65، عامل 65 بيكون عدد دستة الكشكول 10. يبقى الدستة في الكشكول بتكون 10، العدد 60، بتكون عاملة 65. الكراسة 24 كراسة، عاملة الدستة بتاعتها 70. جبتهم نفس الأسعار دي بالظبط، هتلاقيها في علاء الدين. هي يعني يعني في ناس كتيرة بتبيع السعر ده، هو سعر ده. بس وطبعا انا زي ما قلت لكم جبت 2 مسطر، و2 مسطر كشاكيل، وكراسات مسطر دستة، ودستة انجليزي. انا ما جبتش اللي هي الدستة الانجليزي، جبتها كشكول 60، ما جبتش كراسات لان صراحة الفلوس معايا خلصت. فان شاء الله باذن الله هنجيب كراسات انجليزي، لان الاولاد بيستخدموها معايا في المدرسة وكده. لان في المدرسة مش بيكتبوا كتير، فمش بديهم كشكول في المدرسة، الكشكول بيكون في الدرس وكده، علشان في الدرس بيكتبوا. اما في المدرسة بتكون الكتابة يعني مثلا صغيرة، فبجيب لهم الكراسة اللي هي بتكون 28 ورقة، بتأدي يعني الغرض. وطبعا جبت لهم الكراسات اللي هي بيتعمل فيها النشاط اللي هي السكش دي. كانت علاء الدين الواحدة يعني كانت عاملة 5 جنيه، ونص دستة الواحدة، يعني حسب لنا نفس سعر الدستة الواحدة عاملة 5 جنيه، كانت من علاء الدين. وبعد كده في برضو الكراسات دي جابها زوجي. مش عارفة، هي درجة الورقة من جوه بيضة خالص، بس الغلاف شكله كده. فأنا يعني حليت حل الأولاد بيعملوا أنشطة، والمدرس بياخدها ومش بيديها لهم تاني، فقلت يعملوا الأنشطة في الكراسات اللي زي دي. هي كانت عاملة ال 12 كراسة دول، عاملة 35 جنيه. يعني الواحدة عاملة 3 جنيه، الواحدة فيها عاملة 3 جنيه. وهنا اللي هو الجلاد بتاع الكراسات أو الكشاكيل دي، كانت الدستة فيها 10 وحدات عاملة 15 جنيه. وكراستين رسم كانت الكراسة ب10 جنيه، الكراسة ب10 جنيه، كان نوع الكراسة فوكس. وهنا ده الدوسيه دستة كان عندي موجود. طبعا الأولاد بيحطوا فيها ورق الدرس، الأوراق اللي خاصة بالدرس، أي أوراق تخصهم، كل واحد فيهم بياخد دوسيه بيحتفظ بالورق المهم فيه. وهنا بوريكم في الكتب الخارجية دي، كانت هدية مجانية جات لنا وكده. فدي لتالتة اعدادي مادة الرياضيات. انا لسه ما جبتش اي كتب خارجية، دي ليها يعني ميزانية تاني لوحدها. انا كده يعتبر قاعد لي اللي هي الكراسات دي الدستة، وهكون كده خلصت اللي هي الخاص بالمدرسة. اما الكتب الخارجية في دي عايزة بند تاني لوحدي، لسه يعني ايه شوية واحنا نجيبها. طبعا هنا جبت مجلمة، جبت واحدة دي لابني اللي هو في اولى اعدادي، لون يعني كده حلو يتناسب معاه وشبابي وكده. ودي لبنوتي اللي هي في رابعة ابتدائي اللي لونها اصفر. كانت المجلمة دي يعني الخامة كويسة، وكانت الواحدة جملة عاملة 10 جنيه. هتقولي في مجالم اسعارها عالية، بس انا اولادي ما بيحافظوش على المجالم، بتضيع منهم، فانا ليه اجيب الغالية وفي نفس الوقت دي يعني مش هتتقطع معاهم وكده، لا دي هتستحمل. فجبت لهم دي تقضي الغرض وكده، لانهم هم مش من النوع اللي بيحافظوا على المجالم للدرجة. وبنتي الكبيرة كان اللي هي في تالتة اعدادي كان معاها مجلمة، فايه ما جبت لهاش. وهنا بقول لكم اقلام الرصاص، كان عندي من السنة اللي عدت متبقي اقلام رصاص، واللي هما النوعين دول، نوع اتش بي ونوع يعني النوع دواتي اللي هو لونه بينك، ده نوع فظيع. هو مش مصري، يعني بيدي نعومة ناعم، ودرجة الخط بتاعته حلوة خالص. انتي عايزة تجيبي اقلام رصاص تكون كويسة، في فبر كاسل حلوة خالص خالص، بس الدستة فيها عاملة 75 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب70. في برضو اقلام اللي هي اتش دي،
برضو بين تتراوح ما بين 29 اخرج فيها 35 جنيه. كان متبقى معايا برضو من السنة اللي فاتت اللي هي اقلام بريمة الجاف، العدد ده من الاقلام. طبعا احنا ما اشتريناش اقلام جاف، قلنا لما نخلص اللي عندنا هنجيب غيره، لان انا بقولك الاسعار بره غالية وانا حاطة ميزانية معينة، فانا عايزة ان انا اكفي. فانا عندي اقلام جاف لما اخلص. عامة انا سألت لكم على اسعار روتو عاملة 35، في ناس بتبيعها ب37، وهو روتو احسن انواع الاقلام. يعني في منها جي بلس وفي منها كذا نوع يعني، بس يعني عامة كلها اللي هو اعلى نوع فيها عامل 47 جنيه للدستة. بس هي بتبدأ من 35 لحد ايه فوق اقصاها اعلى نوع 47. وطبعا دي وريتكم كان في القلم الاولاد الانفينيتي اللي هو ما بيخلص ب10 جنيه الواحد. وجبت لهم اقلام فرط اللي هي كده روتو اسود واحمر، ده كان لزوجي عشان يستخدم في التحضير وكده. والاولاد جبت لها بريمة 3 3 اسود وتلاتة احمر يقسموهم ما بينهم، هما التلاتة اللي هو اولى اعدادي وتالتة اعدادي ورابعة ابتدائي. طبعا الصغير مش هيستخدم اقلام احمر ولا حاجة. ودي البراية كانت الواحدة عاملة 6 جنيه، بس البراية دي النوع بتاعها السكينة بتاعتها اللي هي الموز بتاعها بتبري حلوة خالص وكويسة. وجبت عدد من الاستيكة، الاستيكة كانت عاملة 2 جنيه. اما الاستيكة اللي هي زي السحلفة دياتي كانت الواحدة عاملة 6 جنيه. دي ابني يعني ايه حبها وكده، بس هي بتمسح كويس، مش شكل بس في نفس الوقت بتمسح كويس. وهنا دي اقلام هدية من ست الحبايب للاولاد، طبعا ايه يذاكروا بيها وكده. والمسطرة دياتي عامة المسطرة دي كانت 30 سنتي منها عامل 5 جنيه، وال20 سنتي كان عامل 2.5. بس دي اللي هو الأسعار المتداولة في اللي هي الخامة بتاعتها شديدة كويسة والسيليكون بتاعها كويس. كانت عاملة اللي هي ال30 كانت عاملة 10 جنيه، وال20 كانت عاملة 7 جنيه. بس يعني الكويسة اللي في المتوسط كانت الأسعار اللي أنا قلت لكم عليها. وهنا طبعا جبت الشنطة دي لبنوتي اللي في سنة رابعة ابتدائي، دي حجمها اللي هي الكبير، مرسوم عليها صوفية زي ما انتم شايفين، والسوستة فيها أشكال صوفية. فيها سوستتين كبار، وواحدة دياتي لللانش بوكس، وواحدة اللي هي للمجلمة. كانت الشنطة دياتي عاملة عليها عرض أو عليها خصم، كانت عاملة 340 جنيه. يعني عامة انا المكان اللي انا اشتريته فيها كان عامل 340، وكل الاماكن بعد كده لما سألت لقيتها برضو عاملين عليها اللي هي الشركات. عندنا احنا بالنسبة لنا دارك ستور، مول العرب، الحاجات اللي زي ديتي عاملة خصومات، فكلها سعرها عامل 340 جنيه. خامتها حلوة خالص وعملية وتستحمل، والبتاع اللي من بره ده مش من النوع اللي هو يتقطع، محمل كده متين. فيعني ايه هتكفي معاها كده طبعا لحد 6 ابتدائي. وان شاء الله بعد كده بيكون في ايه شنطة مختلفة معلهاش رسومات ولا حاجة في الاعدادي. اما عندي الاتنين الكبار انا هسيب لكم في شاشة النهاية الفيديو بتاع السنة اللي فاتت اللي هو مشتريات المدرسة 2024. كانت مشترية فيه شنطتين لأولادي الكبار برضو ايه شوفوها. هنا برضو شنطة نفس النوعية لابني اللي هو أولى ابتدائي. شايفين الخامة حلوة خالص، نفس الفكرة، سوستتين وسوستة لللانش بوكس، وواحدة تعتبر زي المجلمة، ومكان للزجاجة اللي هو في جانب الشنطة. وبقول لكم الخامة بسم الله ما شاء الله. دي كانت بعد الخصم 310 جنيه، كانت بعد الخصم كام 310. وان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا احبابي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايكات كده كتير، وتكتبوا لي تعليق يشجعني ويحفزني. ونرجع للفيديو بتاعنا تاني. والشنطة دي كان مقاسها صغير، يعني هتاخد معاه اولى وتانية وتالتة مثلا ابتدائي، ربنا يديه طول العمر ويخليهم لي لحد تالتة ابتدائي. ماشي اتفقنا على كده. بعد كده دخلنا على بند الكوتشيات اللي طبعا انتوا شفتوا معايا الاسعار دي ميزانية لوحديها ولسه الكتب الخارجية وكده.
فيعني ربنا فعلا يعين كل اولياء الامور. ده كوتشي لبنتي الكبيرة، بسم الله ما شاء الله. الخامة بتاعته على السعر بتاعه، الخامة عالية عالية فعلا. هو الراجل قال لنا دي خامته كلها مستوردة، وفي نفس الوقت السعر متداول ب 280 جنيه. طبي، النعل بتاعه طبي. الخامة من بره بسم الله ما شاء الله تستحمل كويسة خالص. واللون زي ما انتوا شايفين ويتناسب مع بدلة المدرسة بتاعتها. بدلة المدرسة بتاعتها رمادي اللي هو الغامق. فاللون ده من الكوتشي هيتناسب وهيكون طقم حلو. طبعا هو باين اثناء التصوير نوع الخامة، اسم الشركة لو انتوا حابين تجيبوا زيه. فعلا فعلا خامته حلوة خالص. الكوتشي ده لبنتي اللي هي في رابعة. مقاسه 34. يعني هو كان عامل 100 وحاجة، 180 جنيه. برضو كان عليه عرض، فجبته لها 180. هتستخدمه مثلا لو هي بتطلع الدروس في الشتاء، مشوار في الشتاء او حاجة هتطلع فيه. اما جبت لها للمدرسة اللي هو الكوتشي الشراب. ليه جبت لهم الكوتشي الشراب؟ اولا سعره على كد الايد، وفي نفس الوقت بيستحمل، والصبح هما ما بيعرفوش يلبسوا الكوتشي لوحدهم، فده هيكون سهل ان هما حاجة كده يلبسوها لو متأخرين او اي حاجة يلبسوها سريع ويقدروا يقلعوا ويلبسوها هما براحتهم. جبت لبنتي اللي هي في سنة رابعة اللي هو مقاس 34 برضو، اللي هو الكوتشي الشراب ده كان عامل 120 على عرض في محل عندنا اسمه دارك ستور. وجبت لابني اللي هو في اولى ابتدائي واحد كان عامل 180 اعلى في السعر عن اللي في سنة رابعة. بس يعني هو حب كان في موديلات تاني وبأسعار اكتر، بس هو حب يجيب الشراب علشان فكرة برضه ان هو يقلع ويلبس براحته. وجبت لهم في محل اسمه قطنيل عندنا، او هو موجود على مستوى الجمهورية على ما اعتقد، كان عاملين خصومات على الشرابات، فجبت من عندهم شرابات للبيت كله. طبعا شتاء يعني شرابات، الشرابات بتتسخ، وطبعا الشرابات وانتوا عارفين الشرابات بتضيع، فلازما يعني يكون كده عندك مخزون من الشرابات، لان الشرابات دي بالذات فيها أزمة كبيرة. أنا مش عارفة بتروح فين، لا بتتقطع لا بتضيع، لأن هي بتتسخ طبعا. فجبت لكل واحد فيهم تلات شرابات. طبعا البنوتة اللي في رابعة وابن الصغير جبت لهم شرابات زي ما انتوا شايفين. وجبت أولى إعدادي الشرابين دول اللي هو كحلي وأسود. وجبت برضو للصغير زي ما قلت، وبنتي الكبيرة حبت تجيب اللي هو عامل اللي هو ده ماليش مش عارفة اسمه اللي انا وريتهولكم ده، ضايع من مخي اسمه. جابت الالوان دي يعني تلبسها على الشراب وكده، هي بتحب نوعية الشرابات دياتي اللي هي اللي هي ملهاش رقبة دي، مش عارفة اسمها ربع او حاجة كده، مش عارفة اسمها شراب ربع حاجة زي كده. وكده هي مشتريات المدرسة بتاعتي عرضتها لكم بالأسعار والأنواع والأفضل الماركات. وبكده انتهى الفيديو بتاعي. ما تنسونيش من الاشتراك واللايك، والسلام عليكم.